أنا خير منه. هكذا قال إبليس مؤسس العنصرية والطبقية الأول. تناسلت بعدها العنصرية وأنجبت بنين وبنات لم يختلفوا عنها كثيرا. صارت العنصرية ليست في الأصل نار وطين، فالأصل واحد كلنا طين، رغم أن البعض قد نسي ذلك. صارت العنصرية في اللون والعرق والشكل والنسب والجماعة والمنطقة والقبيلة والمال والسلطة. صارت العنصرية طرائق قددة تنخر في عظم حياتنا الهش. أدمغتنا بتركيبتها المعقدة تهمس لنا باستمرار بأننا مختلفون، بأننا أفضل من غيرنا. تأمل ذاتك وحديثك وردود أفعالك تجاه من تراهم دونك. شاهد نفسك وأنت تنظر إليهم نظرة ازدراء وترفض أن تصافح يده يدك، وتستاء عندما يخاطبك بلغة ليس فيها تبجيل لحضرتك. تفكر في نفسك وأنت تحرمه من الاحترام والتقدير وتحتقر شخصيته. تأمل نفسك يا تأمل نفسك وأنت ترفض زواج ابنتك من أحدهم فقط للونه أو جنسه. تأمل لسانك عندما تهجو به جماعة وتقسو به عليهم. راقب ذاتك المتضخمة بأوهام العظمة والتميز، ذاتك التي ترى أن الموت الذي يصيب الآخرين حتما سيتجنبك، وأن الكوارث التي تحل بجيرانك وأصدقائك لن تطالك ولن تحل بدارك، وأن الرجال الذين ترفضهم الفتيات طبعا هم ليسوا مثلك. عنصريتنا المقيتة نجدها حتى داخل البلاد الصغيرة الواحدة المقسمة، فيمقت شمالنا جنوبنا ويبغض جنوبنا شمالنا، ويحقد شرقنا على غربنا ويعير غربنا شرقنا. نصف ذلك الجنس بأكمله بالحماقة، وذاك الآخر بالبخل، وذاك الثالث بالهمجية. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. خطاب للبشرية من ربهم وخالقهم، واضح وصريح لا لبس فيه، وليس حمال أوجه، وليس فيه ما يدعو للنقاش والاختلاف. ميزان التقوى والصلاح هو المعيار الذي يوزن به الناس. نسينا هذا الخطاب، نسينا أن اختلافنا لسانا ولونا وشكلا هو آية وبديع من صنع الله، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. حين تتمكن العنصرية من النفس تعمي البصر والبصيرة، وتصبح الجريمة هي الوسيلة التي توصل لغاية التميز.